عليكم العائلات من هذا الفيديو. يلقاكم في أطيب الأحوال وبصحة جيدة. نبدأ الفيديو ديالي دائما بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أحبتي في الله بغيت نوجد معكم كيف سنقول إما بسيطلات أو بريوات ديال الكفتة بالخضر تيجيو رائعين معلكين بنان، ما نقولش لكم مقرمشين. ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. هادو هما البسيطلات اللي ضروري ما ديروهم في كل رمضان، قرمشه ولا عجيبه ومملحات اللي غتعتمديهم في الطاوله الرمضانيه ديالك وملي يكون عندك ضيافك. هنا احباتي في الله خديت بصله كبيره او جوج بصيلات موين، غتحاولوا تهشيهم ماشي حتى يوليو ما يبقاو هكا شويه. المهم تكون رقيقه، ديروها هكا معايا كيف تشوفوا في واحد المقيله. غنضيف لهم زيت الزيتون. كيف ممكن ديروا الزيت والزبده حتى هي تعطي واحد المذاق رائع الزبده. انا كانت عندي في المجمد لهذا قلت صافي نكتفي غير بزيت الزيتون. اللي ما عندوش زيت الزيتون ممكن يدير غير الزبده، ولكن نضيف معها شويه ديال الزيت العاديه باش ما تحرقش معها الزبيده. هنا ضفت شويه ديال الملح وما تكثروش الملح لان عندنا عناصر اخرى اللي غتملح لينا هاد الحشوه. هنا الخضر اللي غندير وريتكم قبيله، نقيت واحد 4 الفصوص ديال الثوم نحطهم جانبا حتى نحكم معكم. هنا الخضر اللي غنستعمل انتم تشوفوا معايا، غناخذ الجزر غنقسمو. والممكن هاد الخضر اللي غندير انا ممكن كلها طحنوها بحال كيف طحنت البصله طحنوها في الهاشوار، ولكن انا ما تتعجبنيش بصراحه، ما تبانش. انا لان ممكن هاد الخضر كلها الجزر طحنوه في الهاشوار وتستعملوه في هاد الحشوه، ولكن انا نفضلو بالطريقه اللي غنوريكم. هنا خديت الثومه ديالي انا نحكها في البلاصه الرقيقه، اللي بغى غير يمعسها ويقردها ممكن على حسب كل سيده اشنو تتفضل. المهم هاد التويمه غنحاول نحكها، غنضيفها على غنحطها جانبا. هنا عندي الفلافل الالوان، الفلافل اللي كانت عندك ممكن تستعمليها، كذلك ممكن ديريها في الهاشوار. انا ما بغيتهاش في الهاشوار باش تبان ليا في الحجوه، غنقطعها هكا بشكل طولي. اكيد الفلفله والخضر ديالنا كلها مغسوله مزيان ومسقطره. وبالنسبه للفلافل انا تنخاطب الناس اللي معنا جديد والعائله جديده معايا، مرحبا بكم والف مرحبا. ما تفوتنيش الفرصه اني نرحب باخواتي جداد والاخوان اللي اصبحوا من العائله ديال حسناء تيفي. شرفتوني ونورتوني، والبيت بيتكم والقناه قناتكم، انا ضيفه عندكم احبتي في الله. اما الاخوات والاخوان اللي كانوا معايا من البدايه، شكرا لثقتكم، شكرا لاحترامكم، شكرا لكرمكم في التعاليق الجميله اللي دائما تتخليو ليا، شكرا للبصمه اللي تتوضعوا لينا. نتمنى انكم ما تنسوناش من البصمات. الله يجازيكم بخير، فقط للتشجيع وباش نقدروا نحطوا لكم الجديد وتشجعونا اننا نوض نصوروا فيديوهات. لان الانسان ملي صاح الناس ديال القنوات اكيد يشاطروني نفس الفكره، ان ملي ما تيكونش التجاوب مع الفيديو، ما تكونش اللايكات، تيجيك احباط، ما تبغيش مازال كاع تصوري. هنا نرجعوا البسيطلات ديالنا او البريوات ديالنا. هنا كيف شفتوني حتى هبطات معايا ديك البصله، شتها هبطات معايا مزيان. عاد ضفت ديك الثومه محكوكه. انا راه هنا تنوجد جوج السحور ديالي الطاجين، وتنوجد في هاد البسيطلات او البريوات اللي غنحضر معكم. قلت لكم حتى هبطات معايا البصله مزيان. عاد درت الثوم باش اللي درت الثومه في البدايه وسيرتو محكوكه عاد تحرق معكم. هنا كذلك هذيك الفلافل اللي قطعت مربعات وكيف شفتوا راه ما درتهمش رقيقه بزاف، لان باش تبقى يبانوا ليا داك هكا ملي تعضوا بهذيك البريوه ديالكم او لا تحلوا البسطيله تيبان داك الالوان فيها. هادشي علاش ما بغيتش نقطعها في الهاشوار، لان غتقطعها ليا نيله ما يبقى يبان حتى شي حاجه. هنا كذلك اي حاجه تنمشيو بالتشحار، كيف تنقول لكم في الطاجين ضروري تشحر، كذلك في الطبخ كله ضروري تشحر، لانه هو اللي تعطي ديك البنه ودوك النكهات تيتعرفوا على بعضياتهم وتيتجانسوا.
وتتاكلوا احسن حاجه. كذلك هذيك الفليفله غنخليها تشحر ليا مزيان. هنا خيزوها نتوما، هنايا درتو في الحكه كان غليظه، انا وقفتها باش يبان لكم. انا اعتمدت نديرها هكا باش يجيني بحال جوليان، بحال ديك الخضر اللي تتكون مقطعه خويطات هكايا طوال. انا ممكن ما تحكوش هكا بالعرض لان بحال درتو في الهاشوار. انا تنوقف هذيك الجزره معايا وتنحكها باش يعطيني دوك الخيوط ديال الجزر، وكذلك باش ملي نديرو في الحشوي يبقى يبان لينا داك الجزر هكا خيوط تيجي رائع. كيف قلت لكم اللي ما قادراش تتعب يديها وهذا ما بغاش تحكو، ممكن وعندها الهاشوار وبغات طحنو في الهاشوار، ولكن راه يطرق لكم. هنا تنوريكم المقيله ديالي من بعد ما هبطات الفلفله شويه، ما تخليوهاش ثاني تهبط بزاف. غنضيف الجزر على المقيله ديالي، وحنا غاديين هكا كل مره تنشحرو تنضيفو عنصر جديد عندنا في الخضر ديالنا. هنا غنحرك كذلك هاد الجزر مع ديك البصله ومع ديك الفلافل اللي درت باش يتزانجوا بيناتهم. ودائما العافيه تكون مجهده باش الخضر ديالكم ما تطلقش لكم الماء. هنايا كذلك عندي واحد القرع اخضر او الكوسه كيف تيقولوا اخواننا، او القرعه خضراء كيف تنقولوا حنا في المغرب. كذلك حتى هي غنديرها بنفس الشكل. ها نتوما تشوفوا شكل طولي باش تعطيني بحال الشكل ديال جوليان. حتى هي كذلك غنضيفها على الحشوه ديالنا. واللي ما بغاش كذلك يقردها ممكن يديرها في الهاشوار ويستعملها. هنا عندي هاد حقاش ربع ديال بيشو. حاولوا تاخذوه يكون طري وجديد. اللي بغات تقطعوه هكايا، انا للاسف لقيت فيه دوك العروقه شويه شادين لداخل. ما كان عليا كون لقيتو فتيه بزاف غنحكها حتى هي هكا كيف وريتكم، غيعطيني اشكال طويله بحال اللي درت جوليان. هنايا قلت لكم اللي ما عندوش الهاشوار ممكن يحك غير في الحكاكه. سميتو غيتحك مع ليشو. انا هنا ملي لقيتو عنده داك القلب ديالو شويه غليظ، انا قردتو هكا وغنديرو في الهاشوار. اللي لقات عندها ديك هاد لي شوا خاويه يعني خفيفه وخاويه من الداخل، ما تيكونش فيها دوك العظومه، حيت تكتفي ان تكرد رقيقه يعطيها بحال الشعيرات ديال لي شو تيجي رائعين. انا هذاك لي شو ديالي ها هو تنطحنو معكم في الهاشوار. ان شاء الله غنوريكم. ها هو الطحن، ولكن راه ماشي نيالتو باش يبقى حتى هو بارد شويه في ولي الشورى عنده منافع كبيره. هنايا حتى هو غنضيفو على ديك الحشوه. والحشوه كيف قلت لكم ما تحاولوش طيبوها حتى تهرى داكشي، غير الخضره تتنزل معاكم وتتجانس بعضياتها. يعني خيزو تيتعرف على ليشو، تيتعرف على الفلافل، تيتعرف على البصله وعلى ديك الثومه. والنكهات تدخل في بعضياتها. انا غنخلط كذلك واحد شويه. ودائما كيف قلت لكم في البدايه وغنعاود نقول لكم، العافيه تكون مجهده باش الخضر ديالكم ما تطلقش معكم الماء. هنا ملي شفت هذاك ليشو شويه هبط، ضفت هذيك الكوسه لان كيف تعرفوا القرعه راه دغيا تطيب وهي غير خطوط هكايا رقيقه دغيا غطيب. غير غنحركها هكا يدخل معاها الصاد وغنضيف العناصر الاخرى لان ما بغيتهاش طيب معايا. هنايا عندي كيلو ديال الكفته، غنحاول نديرو هكا بالاصابع ديالي لان عندي كفته ريجيم وبغيتها انا ما تجينيش مفاتة الكفته، بغيتها يبقاو هكاك عندي بحال دايرهم انايا كويرات صغار بهذه الطريقه، لانني عي تنشد بصبعي وتنحط كانني تنكورها. اللي بغاتها تكون ما تبانش معاها ممكن تشحر الكفته مع هذاك البصله في البدايه. تاخذ واحد البصيله صغيره تشحرها في شويه الزيت والزبده وتضيف لها ديك الكفيته ديالها وتشحرها مزيان حتى تفرتت. تولي مفرته، لان ملي تبقاو تضغطوا عليها في المقله وتيشد هذاك الصهد تتفرتت معكم. عاد ديروا مقيله اخرى فيها الحشوه وتضيفوا ليها ديك الكفيته. انا بغيتها تبقى معايا هكا كاين تبان الكفته تبان بهذا المعنى. لهذا درتها بهذه الطريقه. شديت ديك الكفته ديالي شديتها ضفتها مع، وانا ما بغيتش نضيفها من البدايه تشحر لان ما بغيتش الكفته ديالي بعيا تنشف لان باقي تابعها الطياب. هنايا وضعت معلقه صغيره ديال السودانيه او الهريسه اللي تيحب يديرها، ولكن صدقوني واخا غير نغيزه اللي عندكم وليدات ممكن تنقصوا واحد الكميه عاد ديروا الهريسه لكم نتوما لان تتفرق في الطعم. هنا كذلك وضعت واحد 2 معالق ديال الصوجه، يعني معلقه كبيره عامره، لان عندي صوصه انايا
خضرا. اللي عنده الصوصه خفيفه ممكن يدير حتى 3 4 ديال المعلقات ديال الصوجه. انا هاد الصوجه درت للامانه معلقه ونص كبيره لان الحشوه بانت لي كثيره. بالنسبه للتوابل كاين الفلفل الاسود، البزار، درت كذلك شويه ديال السكينجبير. هنا درت رشه ديال القرفه لان القرفه تتواتى كثير مع الكفته، ولكن راه ما تيبانش الطعم ديالها. في هذه المرحله درتها نتوما شوفوا غير رشيشه خفيفه ديال القرفه. هذاك اللي قبل منه درت الكزبره حب، يعني القزبر حبوب. هنا غندير التحميره حتى هي. هاد التحميره عندي زوينه، خديتها بلا اضافه الزيت، يعني طبيعيه، فيها النكهه، الفيمي ديال التحميره رائعه. هنا درت شويه ديال التوابل ديال الكفته او ديال اللحم تجي رائعه كذلك حتى هي. ما تستغربوش، جربوا حكموا. هنا الكركم او الخرقوم بلدي. بالنسبه للتحميره هي البابريكا. هنا غنحاول نخلط هاد العطريه كلها باش تجانس معنا. اللي ما عندوش الهريسه او ما عندوش الهريسه ممكن يدير السودانيه، او عندكم واحد الفلفله حاره ممكن حتى هي تقردوها وتشحروها مع الخضيره ديالكم، كذلك غتوفي بالغرض. اي حتى حاجه ما توفقكم، اي حاجه لقاو ليها البدائل. تنعطيكم البدائل. هنا بالنسبه للشعريه ديال الارز، انا راه ديجا رقتها في الماء غليان مده ديال 2 دقائق حتى 3 دقائق. تنحيدها من داك الماء الغليان ونخليها تسقطر وندوزها في البارد باش ما تبقاش طيب. انا تنوريكم شتو الكفته بانني زعما بقات هكا طريفات باينين. قلت لكم تنصفيها كذلك، تندوزها في الماء بارد ونخليها تسقطر مزيان ونقطعها ونضيفها للحشوه وغنخلط مزيان باش الحشوه ديك الشعريه الشينوا ديالنا تشرب دوك النكهات اللي في الحشوه. انا هنا تنوريكم راه حتى طفيت البوطه. عاد ضفت كذلك شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس. غنخشيه في وسط هذاك على ما تبرد لي الحشوه. اكيد غيتحل لان كان عندي في المجمد. ونخلطو في ما تضيفوه حتى الاخير لان ضفت شويه في البدايه، ولكن بغيت النكهه ديالو تبقى بارزه ضفت في الاخير. هنا باش دغيا الحشوه معايا تبرد خديت هذا البلاطو سرحت فيه ديك الحشوه. هانتوما كيف تشوفوا معايا تنحاول نسرحها باش نلقاها بارده. ما عمركم تخدموا في الحشوه في الورقه. تنوريكم بان المقلها راه ما فيهاش الماء، الحشوه ناشفه. حذاري حذاري ثم حذاري تكون الحشوه باقا فيها ولو شويه نسبه ديال الماء غتقطع معكم الورقه. هنا تنوريكم بانها نتوما الكفته راه بقات بحال كورتها بيديا، وهي راه درتها بهذيك الطريقه بقات باينه وصاينه حتى في العظه ملي غنكونوا ناكلو. يعني تتحسي بالكفته ماشي مفرته في وسط الخضار وفي وسط هذيك الشعريه ما تبانش معاكم. كيف قلت لكم حذاري تكون العماره ديال اي حاجه تحشيوها لا في ورقه الفينو لا في الورقه البسطيله تكون فيها. حاولوا تنشفوها نهائيا تيبقى واقف عندك الزيت. هنا الورقه البسطيله ها هي خديت انا كيلو د الورقه البسطيله كبيره. تنحاول نضغط عليها هكا في الوسط، تنطوي على جوج ونضغط عليها باش نعرف نقطعها هكا مستقيمه ويجي والحصص متساويين، يعني نصف دائره مثل نصف دائره الاخرى. هنا النصف الاخر غنحطيه في هذيك الفوطه، دائما سربيته ولا فوطه حداكم ترميو فيها هذيك الورقه ديالكم باش ما تنشفش معاكم تبدا تقطع ولا تكرم، ولا هكا بلاستيكه حداكم تلويو فيها عاد تغطوها بشي زويف. هنا ديك البلاستيكه ديال سميتو غنخليها انا فوق البوطاجي فوق البلون طرافاي ديالي لان ليدام كيف تتعرفوا هذا. وباش الورقه ديالي نخدم بها باريحيه. هنايا غنوريكم الطريقه ديال الطي. كيف شفتوا معايا غنحاول نسرحها كلها فوق داك البلون طرافاي باش تكون عندي مساحه كبيره ونخدم عده وحدات في دقه واحده. هنا ضروري واحد النصيحه كذلك، الورقه فيها واحد الجهه تكون حرشه وجهه ملسه. الملسه دائما هي اللي تكون لتحت والجهه الحرشه هي اللي تكون مقابله للوجه ديالكم. راه هنايا تنوريكم فاش وركت على الورقه تنقول لكم الحرشه هي اللي الفوق. هنا تندهنوا بالزيت اما بيدينا هكايا ولا كيف تتهزوا واحد شويه الزيت وتشدوا الورقه وتتجمعوها في يديكم تدهن من الجهتين.
هنايا وريتكم الفرماج اللي ديك النهار بشرت معاكم، وريتكم التدبيره انكم تضيفوا ليه شويه زيت الزيتون ولا الزيت العاديه، ما تيتحجرش معاكم واخا تيكون في الفريكو. اللي ما بغاش تضيف الزيت ممكن دير واحد المعلقه ديال صغيره ديال النشا وتخلط داك الفرماج ديالها، عاد ديرو في البلاستيك وديرو في المجمد هكا تاني ما تيتجمدش معاها، تيبقى مفرز هذاك الجبن. هذا الموتزاريلا اللي كنت حضرت معاكم. هنا بديت تنطوي في البريوات ديالي، تندير واحد الكميه د الحشوه وتنطويها. هانتوما كيف تتشوفوا انا في البدايه باقا ما ناشفاش معايا الورقه، ما قطعت منها والو، هذاك الزائد ديالها خشيته لداخل كيف تتشوفوا معايا. ها هي البريوه ديالي. نتمنى الطريقه تكون واضحه. بالنسبه لهذاك الزيت اللي عندي تما كاين ضفت ليه شويه ديال التحميره وتندهن به، لان باش ملي انا ما تنقليش البريوات ولا البساطل ديالي تنديرهم في الفرن وتيجيو محمرين رائعين، ما فيهم لا زيت لا والو، ما تيقهموش وتيجيو مقرمشين. من الافضل ما ديروش الزبده. كاين الاخوات اللي تيجمعوا البسطيله ولا البريوات ديالهم بالزبده، لا واخا تقولي لي غنصفيها وداك الشيء، لان الا بغيتو تخدموا بالزبده في هنا في البريوات او في البسطيله لازم ديروه فوق البوطه بحال عاد ديروا النوازيط، يعني حتى تتحرك ديك الحليب تيولي ما يبقاش فيها، تولي زيت فقط. عاد ممكن تستعملوها لان داك الحليب يخسر معكم الورقه ويفزقها لكم، وما تجيش مقرمشه بحال بالزيت تجي افضل. صدقوني وجربوا وتحكموا. بالنسبه لديك نصف دائره نطويها على جوج وتنشكل هكا المثلثات ديالي. راه عرسوا راه ما واضحاش، راه ما شاء الله راه كبارين وتنعمرهم. انا ما تنبغيش البريوات يجيوني خاويه، تنبغيهم يكونوا عامرين مزيان. انا تنعاود نوريكم كيفاش تنطويهم. نتمنى يكون واضح لكم. ديك الزويته اللي قلت لكم انا دايره فيها شويه ديال التحميره وتندهن بها، هي اللي دايرها. كاين ممكن ديروا كذلك شويه ديال الصوجه، الا كانت عندكم الصوجه في شويه الزيت هكذايا وتحركوها كذلك وتدهنوا بها الورقه ديالكم باش ملي ديروا تدخلوها تجي محمره. هنايا انا خديت باش نسهل عليا العمل خديت الورقه سرحتها في البلون طرافاي ديالي ودرت كلهم عليهم الكميه اللي مثلا نعمر بها، وغنبدا نطوي باش تجيكم الخدمه سهله ودغيا تسربيو. سيرتو لي ايديا بوحدها ضروري من تقبوا البريوات ديالكم سيرتو الا كانوا عامرين بزاف باش تفاداو انهم يطرطقوا معاكم. مازال اللي تيخليهم شويه خاويين ملي تيبداو يتنفخوا في الفران ولا في القلي تياخذوا الحجم ديالهم. ملا كنتو داكينهم مزيان ضروري ما انكم تقبوهم، اما بشبره مخصصينها المطبخ تتعقموها تتقبوا بها، واما كذلك كيف انا درت عكيردون قاضي الغرض. هنا هانتوما الطريقه. هنايا الاخت بهيجه اللي قالت لي اختي راه تنبغي ندير البريوات او البسيطلات هكذا ما تعرفش طريقه الطي. كنت وعدتها انا ندير لها فيديو نصيفطو لها. انا الحمد لله البيت طلب حبيبتي. نتمنى نكون فتك في هذا الموضوع، وانتم كيف تنقول لكم تامروا. وشكرا للثقه ديالكم في الوصفات ديالي وفي شغلي اللي يخطيكم عليا. دائما تنقولها وابدا بدون متتبعاتنا ومتتبعينا واخواننا اللي انا نقول بانهم اخواتي، صاروا اخواتي واخواني وعائلتي اللي تنفتخر بها، عائله حسناء تيفي الراقيه دائما. انكم تديروا الثقه فيا وتطلبوا مني اشياء نديرها لكم وتتجربوها بعينكم مغمضين. شكرا لكم بزاف وشكرا لثقتكم ولا يخطيكم عليا. هنا تنوريكم بان ممكن بنصف دائره نديروا سيجار هكا. هانتوما تتشوفوا تيجي مشدود، يعني حرصوا انكم تسدوه من الجناب باش الحشوه ديالكم ما تخرجش. هنا هي الورقه. انا حاولت نقرب لكم هنا شويه باش يبان لكم في كيفاش تنطويها. دائما تديو جنب لهاد الجهه وجنب هكا وانتم تزيروا يدكم شويه داكشي اللي تيبقى لكم تدخلوا. انا لا لاحظتوا معايا ما استعملت لا الماء والدقيق باش تنسد، ما تنستعملش كذلك البيض. سواء من الاحسن ما ديروش البيضه كامله، ديروا غير البيض الابيض وديروا لها شويه الصوجه او شويه الخل باش تعطيكم الزفوريه ديال البيض. انا تنسدهم بلا حتى شي حاجه وما تيتحلوش معايا نهائيا. هنا تنوريكم بنفس الطريقه تنقول لكم الكميه الثانيه عاود جبتها. دائما الجهه الحرشه لوجهكم والجهه الرطبه تكون لتحت. تندهنوا الورقه ديالنا لان هذه عندنا ناشفه، واللي لقات الورقه ديالها مدهونه بلا ما تدهنها، اللي عتقليها اصلا بلا ما تدهنها. مازال انا غنديرها في الفران ضروري شويه الدهين باش تعطينا ديك القرمشه
ديال الورقة. هنايا غنبقى غادا بهاد الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة. هانتوما كي تشوفوا معايا داك اللي تيبقى تنشدو نقطعو تندخلوه كيف العادة لداخل. اللي اول مره دير هكا بسيطلات او بريوات، وسيرتو الا كنتو غتقليوهم، من الافضل انكم تلصقوهم اما بالطحين يا اما بالماء والطحين ولا بالبياض ديال البيض باش ما يتفتحوش معاكم. هنا النصف الاخر ضفت ليه الكميه ديال الجبن ديال موتزاريلا والحمر، وخلطته مع الحشوة ونعاود نعمر به حتى هويا نفس الطريقة. غندير نحاول نعمر البريوات ديالي ونثقبهم كذلك. ما تخافوش لان تقولوا ديك الثقبه ديال اللي غنثقبوا ربما يخرج معنا الجبن في الفرن ولا شي حاجه، الا كونوا متيقنين انهم ما غيتفرقوا معاكم، ما غتخرج لكم لا حشوه لا حتى شي حاجه. هنا داكشي اللي بقى ليا د الحشوه، هادشي اللي بقى ليا كيلو، وبقات لي هاد شويه غنخليه نحتفظ به في الثلاجه. هنايا غنحاول ندير السلوفان لكل قطعه ديال البريوه ديالي او البسيطه ديالي. هذه هي طريقه الاحتفاظ باش تجبدوها ما تشربش لكم الريحه ديال الفريكو. وكذلك ملي تبغيو تجبدوا القياس اللي بغيتو 4 5 6 10 على حسب الاسره ديالكم. هاد الطريقه ناجحه. اللي عنده كذلك الكونجيلاتور كبير من دوك اللي تيكونوا كبار ممكن يدير هكا بلاستيكه فوق البلاطو او لاطا ويدير فوقها بلاستيك ويستفهم وحده متباعده على الاخرى حتى يتجمدوا معاه. عادي يجمعهم كلهم في واحد البلاستيكه ويوضعهم في المجمد. هاد الطريقه انا تجيني احسن. هنا ها هما وجدوا معايا، دخلتهم غير الفرن فقط. شوفوا ما شاء الله كي جات التحميره ديالهم. قدمتهم بهذه الطريقه. نوريكم لاطه باش تعرفوني راه كانوا غير في الفرن. قدمتهم مع عصير فلون سلطه ومولادا. ايوا نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. للاسف هنا وركت عليها باش نوريكم نسمعوا القرمشه، لكن للاسف ما كنتش دايره الصوت. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.